في مرض النهارده بيقتل ملايين الناس مش بالرصاص ولا بالسكاكين، لكن بيقتلهم وهم قاعدين ساكتين مبتسمين من بره ومتهالكين من جوه. المرض ده اسمه القلق المزمن، محدش بيتكلم عنه بجد. لكن خليني اقول لك الحقيقه المرعبه، القلق مش شعور، القلق ده مرض بيزود ضربات قلبك وبيخرب جهازك الهضمي وبيبوظ نومك، واسوأ حاجه انه بيخليك تفقد طعم الحياه وبيدمر جهازك العصبي. في دراسة من جامعة هارفارد قالت إن التوتر المزمن ممكن يقلل متوسط عمرك الحقيقي ب10 سنين. 10 سنين من عمرك طاروا وإنت مش واخد بالك. طيب أعمل إيه؟ أنا هقولك وهطلب منك تركز كويس في اللي جاي. ولو ما كنت ما اشتركتش في القناة فاشترك دلوقتي عشان هتستفاد دايما إن شاء الله معانا. 1. افصل عن السوشيال ميديا ساعة يوميا، مش لازم تشوف كل حاجة بتحصل. أنت مش مجبر تعيش مشاكل العالم كله. رقم 2. اكتب أفكارك قبل ما تنام، ورقة وقلم مش موبايل. فضي دماغك قبل ما الوساوس تفضي طاقتك. رقم 3. امشي نص ساعة يوميا، ما تستقلش بالمشي، المشي علاج والمخ بيشتغل أحسن بعده. رقم 4. ابعد عن الناس السامة، في ناس حرفيا سبب في تعبك، ما تخليش المجاملة تضيع صحتك. رقم 5. اتكلم مع ربنا، صدقني الدعاء مش بس راحة نفسية، ده علاج روحي وجسدي، بتتكلم مع اللي خلقك وعارفك أكتر من نفسك. واخر حاجة عايزك تعرفها ان انت لازم تتكلم مع حد تكون عارفه كويس جدا وبتحبه جدا وبتثق فيه جدا، واحكيله واشكيله على كل اللي جواك، حتى لو هو ما تكلمش خالص. اقعد فضي كل الطاقة السلبية اللي جواك وكل الكلام اللي مضايقك بدون خوف وبدون تجميل. رقم 2. المشي ثم المشي ثم المشي، حتى لو لوحدك. امشي كتير، جواك قوة بس محتاج تهدى علشان تطلعها. واوعى تنسى مش كل الأبطال بيبقوا أقوياء، بعضهم كان بيحارب من جوه في صمت وانتصر.